السلام عليكم. نكمل يا شباب مع بعض الجزء الثاني من حصتنا وهي les prépositions du lieu، حروف الجو الخاصة بالمكان. طبعا حروف الجو الخاصة بالمكان كنا واخدينها في سنة تانية، هنراجع عليها مع بعض بسرعة. عندنا الأول اللي هي حروف الجو السامبل اللي هي البسيطة، مطلوب مني بس إن أنا أحفظهم اللي هم sur، sous، devant، derrière، dans، entre. طبعا المعاني موجودة قدامك. طيب دي حروف جو بيجي بعدها مكان. احنا اتفقنا ان اي اسم لازم يتحط قبله ايه؟ محدد، ما عدا اسماء الاشخاص، فاكيد اللي هيجي بعد دولت هيكون اسماء، فالاسم ده لازم يكون قدامه محدد. فدي حاجه احنا كده كده عارفينها. المحدد ممكن يكون اداه نكره او معرفه او صفه ملكيه او صفه اشاره، او ممكن كمان يكون عدد اللي هو من الاعداد. طب هتقول لي ليه ما جبناش اداه تجزئه؟ لان مفيش مكان هيبقى قدامه اداه تجزئه، لانه مش اكل ولا شرب ولا هو جاي بعد فعل فاعل. اتفقنا؟ طيب يبقى ده اللي هي حروف الجو البسيطه. مثال مثلا اقوم قايل جو مارش سور لو تروتوار، انا امشي على الرصيف، بس كده. مثال تاني لا شات ايه سو لا تابل، القطه تكون تحت المنضده. هنا ببساطة أنا بعرف معانيهم، بحيث في الامتحان لما أجي أترجم الجملة أختار حرف الجو اللي يحطه في الجملة يديني معنى منطقي أو جملة منطقية. ماشي؟ مثال تاني لو ستاد إيه ديفون أن سينما، الاستاد بيكون أمام إحدى السينمات. ليكول إيه ديغيير ما ميزون، المدرسة تكون خلف منزلي. لو ستيلو إيه دون سا تروس، القلم بيكون في هذه المقلمة. La voiture roule entre deux bus، العربية تمشي أو تتحرك بين أتوبيسين. Je marche entre علي وسامي، أنا أمشي بين علي وسامي. هتلاحظ هنا كل الأسماء اللي جاية بعد حروف الجو بتاعت المكان واخدة محددات. تمام؟ واخد بالي إن دايما بيبقى بعد entre بيبقى المحدد جمع، أو الاسم اللي جاي بعدها جمع. يعني العربية تمشي بين أتوبيسين، ما ينفعش أقول بين أتوبيس واحد، مش هتبقى منطقية. هنا نفس الكلام، أنا أمشي بين علي وسامي، فالفكرة إن أنطق بيبقى دايما بعدها اسم جمع. ماشي يا شباب؟ نيجي على النوع الثاني وهو حروف الجو المركبة. هتلاقي اللي هي près de، loin de، à gauche de، à droite de، à côté de. ودي معانيها موجودة قدامنا اهي. هي مركبة لأن هي جاي بس فيها في النهاية دو، فزي ما اتفقنا الدو دي بتتحط جنب اي محدد، لان طبعا الاسماء اللي هتيجي بعدها هتكون هي كمان مسبوقه بمحدد. بس ناخد بالنا لو الدو دي كان جاي بعدها ل هتتحول لدي، لو جاي بعدها ل هتتحول لدي. هي حروف الجو المدغمه اللي شفناها في الجزء الاولاني. بس كده. شوف امثله عشان نفهم. ليكول اي بري دو ما ميزون، المدرسه تكون قريبه من منزلي. هنا هتلاقي كتبت بخيدو عادي لان الدو بيجي بعدها الما عادي، مفيش مشكله يتكتبوا جنب بعض. ليكول الوان دو تا ميزون، المدرسه تكون بعيده عن منزلك، نفس الكلام الدو بيتحط بعدها الطا عادي مفيش مشكله. هنا لا فواتير رول ا جوش دي بيس، العربيه تمشي على اليسار من الاتوبيس. هنا هتلاحظ هنا اتغمت وبقت ايه؟ دي. طب ليه؟ لان هي اصلها الدو ديت، بس الدو دي جه بعدها كلمة الأتوبيس اللي هي اللو، فالدو واللو اتغموا وتحولوا لدي بالشكل ده. اتفقنا؟ يبقى اللي ياخد باله منه هنا إن حروف الجو اللي هي المركبة الدو لو جه بعدها لو تتحول لدي، ولو جه بعدها ل تتحول لدي. مثال تاني لو فو اي اكوتي دو لا بيست سيكلابل، إشارة المرور تكون على جانب اللي هو ممر الدراجات أو ممشى الدراجات. هنا هتلاقي الدو واللا اتحطوا جنب بعض عادي لأن مفيش مشكلة. هنا ما ميزون اي ادغوات دو ليكول، منزلي يكون على يمين المدرسة. نفس الكلام الدول إلا بالصحف تحطوا جنب بعض عادي مفيش مشكلة. إلى بيت لوان دي بارك، هو يسكن بعيدا عن الحدائق. هنا بقى جمع، فالدو عشان جاي بعدها اللي اتغمت وتحولت لدي بالشكل ده. اتفقنا؟ هنا مثلا جو مارش اكوتي دو علي، أنا أمشي بجانب علي. طبعا كتبناها دو بالصحف عشان بعدها حرف متحرك. بعدها لوبيس ابخي دين فواتير، يعني الاتوبيس يكون قريب من احدى السيارات. فهنا الدو جاي بعدها الان، فعادي يتكتبوا جنب بعض عادي، بس عشان الان بادئه بحرف متحرك كتبتها دو ابوستروف. اتفقنا؟ يبقى انا ببساطه اللي اخد بالي منه هنا ان انا احفظ حروف الجو ديت. تمام، حفظتها يا مسيو.
اخد بالي ان الدو دي لو جه بعدها اي حاجه تتحط جنبها عادي، لان طبعا هيجي بعدهم اسماء مسبوقه بمحدد، فايا كان المحدد هحط الدو عادي، الا لو كان المحدد ده اللو فتضغم وتبقى دي، لو كان المحدد بادئ بحرف متحرك فتبقى دي ابوستروف، ولو كانت اللي هي اللي فتبقى دي بالشكل ده. اتفقنا؟ واخد بالي من الآ ديت لان ساعات بيسأل عليها في الامتحان، بحط آ اللي هي بالشكل ده. ماشي يا شباب؟ طيب نيجي بقى على الجزء اللي بعد ده. نيجي بعد كده على اهم حروف الجو. هنا بشوف حروف الجو دي بعرف معانيها كويس. الهدف من ده ان انا لما اشوف حرف الجو اعرف معناه، بحيث لما اترجم الجمله اشوف انا حرف جو احطه في الجمله فيديني كلام منطقي او جمله منطقيه. هنا عندنا الان. ناخد بالنا من الان ديت. الان دي لها استخدامات كتيره جدا، بس اهم حاجه ان بيجي بعدها اسم بدون محدد، يعني الاسم بيجي بعدها على طول من غير محددات، فهي ممكن تبقى بمعنى فيه او اله او من. برضه بتستخدم قدام المواد الخام وبتستخدم قدام المواد الدراسيه، لها استخدامات كتيره، فده نبقى نعمل لها ان شاء الله جزء في حصه لوحدها. يبقى المهم اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان الان بيجي بعدها الاسم بدون محدد، زي مثلا اقول جي سوي اون كلاس، انا اكون في الفصل. فتقول لي يا ميسيو انا واخد من شويه حروف الجو البسيطه واخد فيها كلمه دون بمعنى في. تمام، بس لو انت فاكر كنا بنقول حروف الجو اللي هي بتاعه المكان اللي فاتت دي كان بيجي بعدها محددات، فانا بقول دون لا كلاس، انما الان ما بتجيش بعدها محدد فبقول اون كلاس على طول. يعني ايه؟ يعني في الامتحان لو لقيت الاسم ما قداموش محدد زي ده فحط اون دي هي بمعنى فيه، طب لقيت الاسم قدامه محدد زي ده احط دون، ما ينفعش استخدم ديت. اتفقنا؟ طب مثال تاني، شيء يعني عنده، بيجي بعدها دايما عاقل. عاقل في الفرنساوي يعني في حياه ما هوش جماد، زي مثلا جو في شي لو دونتيست، انا اذهب عند طبيب الاسنان. هنا عندي بار بمعنى بواسطه، زي مثلا اقول جو في شي لو دونتيست بار لوبيس، انا اذهب عند طبيب الاسنان بواسطه الاتوبيس. وزي ما احنا ملاحظين كلهم بيجي بعدهم الاسماء مسبوقه بمحدد عادي، هي بس اللي بيجيش بعدها محدد اللي هي الان دي زي ما اتفقنا. طيب باغ دي لو كان قبلها فعل باسيه في الحالة دي بتبقى بمعنى عبر، يعني مثلا أقول جو باس باغ لا جار بوغ الي او ليسي، أنا أمر أو بعدي عبر المحطة من أجل الذهاب إلى المدرسة. طب أفيك بمعنى مع لو جاي بعدها عاقل، وبمعنى بواسطة لو جاي بعدها غير عاقل. يعني إيه الكلام ده؟ أما أقول جو في او كلوب افيك اليكس، انا اذهب الى النادي مع اليكس، فاليكس هنا عاقل فافيك هنا بمعنى مع. انما هنا جيكري افيك ان ستيلو، انا اكتب بواسطه قلم، فهنا افيك بعدها غير عاقل فافيك هنا بمعنى بواسطه. طب السون بمعنى بدون، زي مثلا اقول il travaille sans parler، هو يعمل بدون كلام. هنا طبعا ده فعل، فالفعل ما بياخدش محددات زي ما احنا عارفين، واحنا اتفقنا ان الافعال اللي في المصدر بتيجي بعد حروف الجر، يبقى عشان اجيب فعل في المصدر بجيبه يا اما بعد حرف جر او بجيبه بعد فعل متصرف في الجمله. هنا بور بمعنى من اجل او لكي، زي مثلا جيتيدي بور ريسيور، انا اذاكر من اجل النجاح. سوف ما عدا، يعني اقول جيم تو لي سبور سوف لا بوكس، انا بحب كل الرياضات ما عدا الملاكمه. بوندون يعني اثناء او خلال، زي مثلا جو ريغارد لا تيلي بوندون لا سواري، أنا أشاهد التلفزيون pendant la soirée خلال أو أثناء la soirée اللي هي السهرة. avant قبل، زي je me lave les mains avant le dîner، أنا بغسل يدي قبل العشاء. طب après اللي هي بعد، je me brosse les dents après le repas، أنا بغسل أسناني après les repas يعني بعد الوجبات. عندنا verb بمعنى نحو لو جه بعدها مكان، زي مثلا أقول il va vers le parc، هو يذهب نحو الحديقة أو المنتزه. طب لو جه بعدها وقت تبقى بمعنى حوالي، زي مثلا أقول j'arrive vers 8 heures du soir. طبعا في هنا غلطة، الجو دي هنشيل او ديت ونكتب مكانها ايه ابوستروف عشان بعدها حرف متحرك، فدي يبقى صلحها عندك. اتفقنا؟ يبقى دي يا شباب كل حاجة خاصة بحروف الجر. دلوقتي هسيب لك الملزمة تحملها وتحل الأسئلة دي كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.